من غير بقى ما تقليه ولا تخلصي الزيت عليه. اوعدك انك لو جربتي الطريقة دي مرة هتعتمديها. شكلها وطعمها بجد خطير، هتعجب اي حد هيدوقها. اول حاجة انا معايا هنا 3 سمكات بلطي، حجم وسط، ولا كبيرة ولا صغيرة، متنضفة، وانا شايلة الراس بتاعتها. لو حابة ان انتي تخليها بالراس زي ما تحبي، اهم حاجة ان احنا ننضفها من جوه ومن بره كويس جدا. نغسلها كمان بشوية خل ومية وملح، بس ما نسيبهاش كتير في الخل عشان ما تتهريش. بعد كده بقى ببدأ ان انا اعمل فيها فتحات بالشكل ده زي اللي بنشوفها في المطاعم، تدي شكل وكمان هتسهل معانا التسوية. بعد كده بقى معايا نص فلفلاية حمرا، فلفل رومي وفلفل حار. احط بقى كل ده مع بعض في الكبة او الخلاط. هضيف بقى معاهم معلقة صغيرة من الثوم المفروم، او يعني 4 أو 5 فصوص من الثوم. معايا كمان 3 ليمونات كده، والتوابل ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة. اضرب بقى كل ده مع بعض في الخلاط. بعد كده اضيف عليهم معلقتين كبار من الزيت، وكده هتبقى جاهزة معانا احلى خلطة للسمك. جبت بقى 2 من البطاطس وهقطعهم كده بالشكل ده. عايزة اقولك ان البطاطس هتبقى بجد طعمها خطير مع الاكلة دي. هجيب بقى بايركس او الصينية اللي هعمل فيها البطاطس مع السمك. حطيت كده البطاطس وقطعت معاهم شوية من الفلفل الاحمر، ورشيت عليهم رشة ملح. ارص بقى السمك وهتبله بالتتبيلة اللي احنا عملناها من جوه ومن بره كده، الفتحات اللي احنا عملناها دي. لو حابة كمان ان انت تخليها سبايسي شوية تقدري تزودي شطة او تزودي في الفلفل الحار. اتبله بقى كويس جدا كده، وهكون مشغلة الفرن على اعلى درجة حرارة. هضيف عليها بس نص كوباية كده من المية، وادخلها الفرن لحد ما تستوي. ضيف كده بس نص كوباية من المية عشان اتأكد ان البطاطس تستوي معايا كويس وما تنشفش مني. معايا بقى حلة هضيف فيها الزيت، بصلاية كبيرة مبشورة، هرفعها على النار لحد ما تاخد لون غامق شوية. تتبيلة السمك بقى اللي فضلت معايا هضيف عليها معلقة كبيرة من صلصة الطماطم الجاهزة، اقلبهم مع بعض كده. وبعد صينية البطاطس والسمك بعد ما تطلع من الفرن كده خلاص كلها استوت. البطاطس استوت والسمك. ادهن بقى وش السمك بالتتبيلة دي، وهشغل عليه الشواية ياخد لون. بعد البصل ما اخد لون غامق بالشكل ده هضيف عليه المية، وهضيف عليه كمان معلقة كبيرة من صلصة الطماطم الجاهزة، والتوابل ملح وفلفل اسود والكمون، وارفعها بقى على النار لحد المية ما تغلي. خلاص كده غلي. ضيف بقى عليه الرز، اقلبهم مع بعض وارفعهم على النار. وادي السمك بعد ما طلع من الفرن. احلى صينية سمك هتعملوها بجد، جربوها، متأكدة ان هي هتعجبكم جدا. ولو وصلتي معايا لحد هنا ما تبخليش عليا بلايك، شير كتير لو عجبكم الفيديو. عايزه اوريكم بقى السمك مستوي وعامل ازاي، بجد شكله وطعمه خطير. بص بقى من جوه عامله ازاي، مستويه كويس، طعمها والتتبيله وشكلها بجد خطير. والرز كمان حلوة جدا، بطاطس مستويه كويس.